للمتدينين واللي انا يعني عشت مع بعضهم، لان انا والدي كان متدين بس مش متطرف، لكنه غالبا عنده حتة ان انا ما اخرجش من البيت اتكلم مع حد، ما اتعاملش مع الناس بدون سبب، لازم يعرف كل الناس اللي اعرفه، ما فيش حاجة اسمها صاحب شباب. آه، معظم الوقت بحكابي، ما ظهرش قدام حد غريب جاي يصلح حاجة في البيت او اي حد غريب جاي في البيت الا اذا كان قرايبه، يعني كان عنده حتة تدين شوية. بس عادي كنا بنتفرج على افلام ومسلسلات، يعني كان اوبشن ان احنا نخرج نتفسح بس هو معانا ونتفرج على افلام ومسلسلات، عادي كان موجود. ايه اللي ممكن يحصل بالفرجة على افلام ومسلسلات وهو مش موجود؟ مش فاهم. مش هو موجود كل يوم؟ خلاص. الافلام والمسلسلات ما بين حاجة كانت ربطاني ببابا وحاجة كانت بعداني عنه في كل الاحوال يعني. المهم ان المتدينين في مصر، ان هو كان منهم واغلبهم يعرفهم يعني، كانوا دايما بيهاجموا في الافلام والمسلسلات المشاعر. ليه؟ المتدينين او اغلب الناس اللي في البلد بتهاجم المحتوى اللي بيبقى هدفه تقارب ما بين الذكر والانثى. هم ليه بيهاجموا ده؟ هل هم مش عايزين يعملوا كده؟ ما ممكن يكونوا من جواهم عايزين. هو ده بالظبط اللي علشانه بيهاجموا. مم. وانا لما ابقى عايز الواحده اللي بمثل معاها او بغني معاها وامارس معاها الجنس وهي مش مراتي، يبقى صح. وايه اللي يخليني اكلمها ولا ابص لها ولا المسها ولا اهزر معاها ولا اضحك وهي مش مراتي؟ ما اتجوزها واعمل اللي انا عايزه بيه. تلات ارباع الممثلين والفنانين في كل العالم، مش بس في مصر، حتى الاجانب اللي مثل معاها وغنى معاها، هل اتجوزها؟ لا. ليه؟ التمثيل والفن المفترض انه بيقدم فكرة او رسالة، لكن لما يبقى هدفه يبقى في ناس تبقى بينها وبين بعض علاقات، حته ان انت تجمع ناس مش قرايب مع بعض وارد يحصل بينهم حاجات حرام وغلط. انت كده بتجمع ناس بدون سبب منطقي. اجتماع الناس غالبا بدون سبب بيعمل مشاكل وحاجات حرام. الافلام والمسلسلات من الحاجات اللي بتخليك تتكلم مع ناس وتعلق على ناس وتقرب من الناس بدون اسباب، وده اللي بيعمل مشاكل. ليه انت ارتبطت بيها وما اتجوزتهاش؟ او ليه مثلت معاها وما اتجوزتهاش؟ او ليه انت بتمثل اصلا على نفسك وعلينا انك بتحبها؟ طب مفيش ولا مرة التمثيل ده قلب معاك بجد؟ كل ده المتدينين قصدوا ان احنا ما نعملوش عشان ما ندخلش في دايرة العدم الفهم ودايرة التعب النفسي ودايرة الألم والمعاناة دي، اللي هو أساسا كشيخ أو كرجل متدين مش جايبها من بيتهم، جايبها من الدين. أكتر حد هيهاجم المتدينين في مصر الممثلين والفنانين. ليه؟ ما هم عشان بيعملوا حاجة حرام. ناس عايزة تمنع شرب الخمرة والسجاير، مين أكتر ناس هتتضايق؟ شركة السجاير وشركة الخمرة واللي بيشربوهم، فدول أكتر ناس هتهاجم. ناس بتهاجم خلع الحجاب وناس بتهاجم لبس الحجاب. اللي بيهاجم لبس الحجاب اللي مش محجبات، واللي بيهاجم خلع الحجاب المحجبات. لازم يكون في حد متضرر من الموضوع عشان يعترض، ولو ما كانش كده يعترض ليه؟
المتدينين في المفترض في الأساس بيتكلموا في الحق وبيقولوا كلمة الحق واللي ربنا قاله، مش جايبين الكلام من بيتهم، وما عندهمش أي أسباب أو مصالح في الموضوع. ما تعمليش علاقة مع راجل مش جوزك عشان ربنا قال إن ده حرام، مش عشان أنا ولا أنتي ولا حد تاني بيقول ده، عشان احنا مسلمين وربنا قال كده، وإن احنا عارفين إن احنا بشر وكلنا بنضعف وبنغلط، فبنصحي بعض وبنوعي بعض وبنفوق بعض وقت ما بنضعف. احنا مش بنقولك ما تزنيش رخامة، ده ربنا اللي قال كده. احنا بنقولك ما بتمثلش عليها ان انت بتحبها، ولا تمثلي عليه ان انت بتحبيه وتعملوا افلام ومسلسلات بده، عشان ده هيخليكوا تبقوا عايزين تمارسوا الجنس سوا وانتوا مش متجوزين، وده حرام. تمام. مش بنقولك رخامة ما تمثلش ولا تفنن، بنقولك انه حرام بس مش أكتر. احنا مقتنعين بانه حرام وما بنعملوش عشان حرام وعشان ربنا قال كده، ومش فاهمين ليه، بس احنا بنعمل كده عشان ربنا قال ده وخلاص. انت لما عملته اذاك وتعبك، فاحنا فهمنا هو ليه ربنا حرم.